حضرتك على الدستور ده عامة؟ انا ما جيتش علشان اسد نفس اللي سواء اللي سمعوني او اللي وضعوا الدستور او كذا، وانما انا مواطن مهموم لابناء هذا الوطن. ومش كتير ابناء الوطن، مش كتير عليهم ان احنا ندوم حقوقهم وحريات صافيه مصفيه شافيه مشفيه زي اللحم بدون عظم، واحنا ما بنديش من جبنا. يعني احنا ما بنديش من جبنا للشعب، ده الشعب اللي بيصرف علينا عن طريق الضرائب وكذا. شوفي نص الضرائب كارثه، يعني عايز يستولي على اموال الشعب ويحطها في الدستور وكذا وكذا علشان نصرف. طب وماله يا سيدي؟ مستعدين ندفع الضرائب وبندفعها. الموظف بتتاخد منه على طول عينك قبل ما باخدش الا الفايض من الضرائب، وبعدين جاي تستكثر الحقوق على الشعب وتقول له دي كذا ودي كذا وتلعبك له فيها. ما تقول له زي عمليه الشراء والمستلزمات الانتاج والبتاع، ما تقول سعر سوق هنا وسعر سوق هنا. انا مش عايز سعر مناسب لا في دي ولا في دي، انا عايز سعر السوق هنا. اديني مستلزمات الانتاج بسعر السوق، بس خد مني المحصول بسعر السوق. خدت بالك؟ هتشتري مني بسعر مناسب، اديني مستلزمات الانتاج بسعر مناسب. يبقى دي تشيل دي، يبقى هنا انا هم على المواطن. لكن نطلع ونقول واعظ، وكل يوم طلع علينا رئيس وزراء ووزير ويدي خطب والشعب والشعب والشعب. يعني الشعب شبع من ايام عبد الناصر خطب، وشبع من ايام عبد الناصر دساتير. عندنا اعدهم لك، ما احنا درسناهم كلهم يعني من قبل حتى 23، وده كان احسن الدساتير لانه كان ميال للنظام البرلماني بصوره دبلوماسيه جميله جدا، لان كنا في ظل احتلال، وبالتالي كان المحتل خايف برضه من الثوره والشعب والبتاع. لكن هنا ما حدش خايف لا من ثوره ولا من شعب ولا من اي حاجه. ثورتين قاموا ما حدش خايف. فالحقوق مش جايه خالصه لوجه الله ولوجه الشعب. واللي قالها قبل كده الاستاذ الدكتور نور فرحات، هو زميل فاضل من الاساتذه، قال الصياغه ركيكه. بل انا بقول له يا دكتور نور، الصياغه مش ركيكه، الصياغه متعمده ولذلك جاءت ركيكه. ده ختامي للحلقه بتاعت حضرتك، واللي انا طلبت مني كلمه ختاميه انا استجبت لحضرتك.